أسوأ طرق ماتوا بها الناس الجزء 47. هيساتشي اوتشي هيدا العالمي اللي بيشتغل في محطة النووي، هو وصديقه أضافوا كمية كبيرة من اليورانيوم 16 كيلو غرام بدال 2 كيلو غرام داخل حاوية معالجة وكمان بدفعة واحدة، وهيدا الشيء خطر كتير وطبعا عملوها عن طريق الخطأ. فهي المادة انفجرت لأنه حاوية ما بتستحمل هيك كمية. أول ما انفجرت يا جماعة الخير هي المادة كلها اجت على هيدا الشخص اللي اسمه هيساتشي اوتشي، جسمه تقشرت بالكامل، وهي المادة كمان مو بس انحرقت جلده فقط وإنما هي المادة دخلت جوات جسمه كمان، يعني انسلق مثل بيضة المسلوق. فورا حولوه على المستشفى، لكن للأسف يوم عن يوم أعضاء جسمه كانت عم تفشل يوم عن يوم، ويوميا كان محتاج أكثر من 10 لتر دم لأنه جسمه ما عاد ينتج دم، وتوقف قلبه عدة مرات بسبب الألم لأنه ما عاد يتحمل الألم اللي هو فيه، لأنه جسمه كان عم ينحرق الحرق لدرجة قال دكاترة إنه خلص ما بقى تعالجوني. لكن أهله رفضوا هيدا الشيء وضل في مستشفى وعم يتألم لمدة 83 يوم، وبعدها هيدا الياباني توفى. وبس تقدروا تلاقوا هيدا الايموجي